النهارده اوردر بمناسبة أول مطرة، والله يا جماعة زي ما أنتم متخيلين كده اهوت، النهارده هنا في القاهرة لأول مرة يا جماعة المطرة تمطر أو مش تمطر، تندع كده. عارفين انتوا بداية الشتا؟ معرفش مين خد باله، أنا بسجل الفيديو دوت النهارده الاتنين، خدوا بالكم معرفش هينزل لكم يوم ايه. ليه بقى بقول كده؟ عشان النهارده ده اوردر مدام هيفاء لجوزها بمناسبة أول مطرة. قالت لي يا مناتي احنا كنا متعودين انا وجوزي اللي احنا على طول في اول مطره ديت نشرب فنجان قهوه في البلكونه سوا، بس اللي حصل اللي للاسف المره دي هو عنده مأموريه، والمأموريه ديت في سوهاج وهيجي بعد 3 اسابيع، فقررت ان السنه دي الموضوع يبقى مختلف وتطلب اوردر ويروح له على سوهاج، وطبعا احنا هنوصل لها الاوردر قبل ال3 اسابيع. فهي بصراحه كان عندها حسن اختيار، فطلبت له توم فورد فانيلا، حاجه كده هو دافيه قوي للشتاء، وقالت لي انا كده كده لما يجي هبقى استخدمها معاه. عايزه اقول لكم اللي هي توباكو فانيلا ديت ينفع عادي للجنسيين يستخدموها، زيها زي بالظبط مانتيرا روز فانيلا، برضو خدت له منها قطعه. وعايزه اقول لكم هي بجد منمره على القطع اللي هو هيستخدمها وهي ترجع تستخدمها معاه لما يجي. الاتنين ما شاء الله طلبتهم تيستر تركي، واخر حاجه طلبت له البرفيوم بتاع هاج سند التيستر الاماراتي، بجد تحفه وثباتها عسل قوي. نسيت اصور لكم، كنت هنسى اقول لكم يا جماعه اللي هي خدت له اللوشن بتاع ايفا، ده حلو قوي قوي للترطيب. قالت لنا عشان ايده بتجف قوي في بدايه الشتاء، فعايزه له حاجه للترطيب الخفيف وما يكونش الريحه بتاعتها ملفته، فاعتقد جوز الهند هيبقى انسب اختيار.